ده فطورنا النهارده، عملنا ممبار وعملنا كفته. عايزاكم تخشوا تشوفوا احنا عملنا الحاجه دي ازاي اهو. ما شاء الله الممبار اهو والكفته احلى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل ممبار. احنا منضفينه ونقعينه وغاسلينه غسله كويسه، ودي الطماطم ودي البصل بتاعه، وهنعمل جنبه ان شاء الله كفته. انا عامله فرمه بصلتين اهم حلوين في الكبه اهو. احنا هنا عملنا بصلتين ضربتهم في الكبه، وادي الملح والتوابل والفلفل بتاعته، وعندي حوالي معلقتين وشويه كده في بقسماط. وبحب انا احط ليمونه، بتدي طعم حلو قوي للكفته وتخليها حلوه. وهنعملهم هنعجنهم عجنه كويسه، وهنرجع بقى وهنفرم البصل وهنبشره هنعمله نايف نايف. هنعمله نايف نايف مش مسبك يعني. دلوقتي هنرجع بقى خلاص. انا ضربت اللحمه بتاعتي في الكبه اهي، عملتها الكبه حلوه قوي بعد ما حطيت المكونات بتاعتها اهي. الكبه اهي شايفين عملتها ازاي، ما شاء الله عليها. هنجهزها دلوقتي ان احنا نعملها. احنا دلوقتي بنعمل خلطه المحشي اهي. حطينا كيلو رز على حوالي كيلو ربع طماطم على 4-5 حبات من البصل، والخضره اهي. الخضره يلا اعملي لما اجيب لك التوابل. هنحط فلفل اسمر، حبة فلفل اسمر، وعندنا ملح بتوابله اهو. يلا قلبي بالمعلقه اهي. هنقلبهم ونوريهولكم. احنا كده هنكب حبة زيت على الخلطة كده كفاية. لا كفاية بس. يلا كده حطينا حبة زيت، وهنبقى حاطين المية عشان تغلي على النار. وهنبتدي بقى نحشي الممبار بتاعنا اهي. انا عندي بنتي هي اللي بتحشي النهارده، هي قالت انا هحشي الممبار، فانا سبتها تعمله اهي. بننزل ده كده ويبقى يلا ميبقاش مكبس يعني. حتى انا بصور بتمسكي صباع تبقى كده وتحط صباع كده وصباع الناحيه التانيه وتحشي بقى على طول كده. مش هنملاه على الاخر عشان ما يفرقعش. يا رب اليوتيوب ما يجيبهولناش وهو ناجي ويعني الممبار طبعا بتقصريه. احنا مطولين الممبرايه ديت. ممكن نعمليها على 2. ممكن نقصها ممكن. هاتي قصي. بس احنا كده بس ما تملوش خالص، يبقى كده ماشي. نعمل واحدة كمان اهي. بنمسك دي كده. نعمل واحدة كمان. هو الممبار احنا بنحب نعمله نيف ني، بيبقى طعمه احلى من الطماطم المسبكه. احلى من المسبك. بس كده حلو. مش تاني عشان يبقى حلو. تعملي واحد
كمان ولا ايه؟ بس خلاص خلاص كفايه. يلا خدي ده عشان انا مش عارفه المكان ضيق، انا مش عارفه احشي معاها. اعملي واحد دي واحده كمان. صغيره. لما ساعه لما بتستوي بتبقى بتنفش اساسا لوحدها، بتبقى تكبر لوحدها. استنى عشان السمين ده يديها. احنا هنحشي دي معاكم عشان ما نطولش الفيديو عليكم. هنملى دي وخلاص. بس كده. بس نكملها من تحت. نحشي من الجنب ده حبه من الجنب ده حبه. عشان ما ايوه يلا خلصي. احنا بننجز عشان كل سنه وانتم طيبين، عشان دي فطورنا النهارده في رمضان. كل يوم عايز دوشه. طبعا الميه بنبقى معلقين عليها يا ماما. الميه حاطين عليها الميه، حاطين فيها بصلايه وطماطمايه وجزرايه. هندخل ده جوه كده. بس احنا كده هنكمله كله وهنرجع لكم. هنا عشان ننجز عملنا احنا 2، حطينا مكان واسع اهو كده. بسرعه بسرعه كده عشان ايه الوقت. ناخد الناحيه التانية. الممبار ده مش عايز نفر واحد يحشي فيه كده. اهو كده على طول وهنحط خلاص. هنبتدي نسقط حاشين اهو كل الكميه بتاعت الممبار. دلوقتي هنسقط الممبار اهو في الميه المغليه. الميه دي فيها شويه خضره وشويه وبصله وشويه جزر وطماطم. قطعها الميه تكون مغليه عشان ما يفتح يعني يعمل على طول. عشان يقفل يعني. يقفل على طول من ناحيتين. الله. هنحطه كله كده هياخد السوا بتاعه. هنخلصه كله بالكمية دي كلها وبعد كده هنحط كل الكمية بتاعتنا في المية دي هيستوي، وبعد كده هنطلعه نحمره وهنوريه لكم ان شاء الله. انا دلوقتي هصبع الكفتة بتاعتي. عندي الصينية دي وعندي مية بصل بطماطم اهي. بس هظبط الدنيا. هبل ايدي كده وهعمل صباع كفتة على ايه اهي زي ما انتوا شايفين كده، واسحب كده اهو واحط. هبل ايدي انا عندي الموار ده بعمل بيه اهو. انا هعمل اهو كمية الكفتة كلها بالشكل ده. هعمل واحد تاني قدامكم بالشكل ده. وهنسحب بالطريقة دي، وهعمل كل الكفتة بتاعتي بالطريقة دي. هصبحها وهرجع لكم.
انا خلصت الكفته بتاعتي اهي. انا مولعه الفرن، هحطها على الفرن اهو. هدخلها الفرن دلوقتي، مولعه الفرن تسخن، فهحطها في الفرن على طول دلوقتي. كده طلعنا الممبار، كده استوى حلو اهو. الشوكه تدخل فيها اهو كده، يبقى ده سواه. دلوقتي هنطلع الكميه كلها ونحمره. ودي دي الشوربه بتاعته. في ناس بتشربها وفي ناس ما بتحبش تشربها يعني، على حسب بقى. طبعا احنا حاطين لها ملح وفلفل اسمر بس. هنحمر بقى ونوريكم. نقلي الممبار بتاعنا اهو طلعنا الكميه اللي هناك دي، الكميه الباقيه. وهنا حته فحمه عشان نحطها على الكفته. قلبي ده كده. احلى ممبار هتاكلوه. احنا كده اهو هنحط لصه اهي، وهنخمر الفحم. الكفته بتاعتنا هتبقى ايه اكني مشويه. عملنا الممبار بتاعنا والحاجه اهي. عايزاكم تخشوا تشوفوا عملنا الحاجه دي ازاي اهو. هنرصه في الصينيه. شو اهو. عملنا الممبار وعملنا الكفته. احلى ممبار واحلى كفته، احلى فطور النهارده. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.